صباح الخير يا كوكي. انت عامل ايه؟ انت مالك متضايق كده ليه؟ هو في حاجة حصلت؟ انت ما تعرفش ايه اللي حصل امبارح؟ الغابة بقت متبهدلة خالص، مبقاش في حد حاكم للغابة. انت ما تعرفش ان ملك الغابة ساب الغابة؟ لا ما اعرفش، انت عارف ان انا كنت في المزرعة، يعني كده بقضي لي يومين. الديب المكار هو اللي تولى الغابة دلوقتي، وبقى قاعد مكان الاسد. الديب بقى ماشي ياكل في الخرفان والمعيز، وبهدل الدنيا خالص. ياكل في المعيز ازاي؟ وملك الغابة راح فين؟ انا هقول لك يا سيدي الحدوتة. الديب جه الغابة على اساس ان هو ملوش حتة يسكن فيها، ولا ليه اهل ولا اصدقاء ولا حد يلعب معاه، فجه للاسد يتمسكن لحد ما اتمكن. انا عارف ان الديب مكار، وعارف ألاعيبه كويس. ها احكي لي عمل ايه؟ ديب راح يتمسكن للاسد، وقال له ان هو ما عندوش حتة يسكن فيها. فقام الأسد أمر الحيوانات كلها إن هو يسكن معاهم عشان يكونوا أسرة واحدة في الغابة. وكمان قعد يتمثل للحيوانات كلها، وقامت كل الحيوانات اتعاطفت معاه، وكانت حزينة جدا إن هو قاعد لوحده، وإن هو مسكين وملوش أسرة. لدرجة إن الفيل والزرافة قعدوا يعيطوا، وبجد صدقوه. يا ابن اللذينة، ده مكار قوي. أنا مش عارف هو بيعمل كده ليه. انا هقولك بقى هو كان بيعمل كده ليه. الديب اصلا كان جاي طمعان في مملكة الغابة، وعايز يمشي الاسد ويمسك هو الغابة ويبقى ملك الغابة. غابة ايه اللي يمسكها؟ ده اتجنن ده ولا ايه؟ من زمان وهو الاسد ملك الغابة. ومش كده وبس، ده كمان خلى كل الحيوانات تحبه، وجابوا له اكل وفاكهة وتفاح وعنب عشان ياكلوا، واحتفلوا بيه ان هو صديق جديد في الغابة. طب ما الدنيا حلوة اهو، وكل الحيوانات بتحب. امال ايه اللي خلى الغابة متبهدلة كده؟ انا اقول لك بقى ايه اللي حصل. الديب في يوم من الايام كان قاعد تحت شجرة في الغابة، وقعد يفكر ويقول: اشمعنى الاسد هو ملك الغابة؟ ليه ما بقاش انا بقى ملك الغابة؟ ياه، ده مكار قوي. عايز يبقى ملك الغابة بدل الاسد؟ يعني ده اخرة المعروف اللي عمله فيه الاسد؟ ما انت عارف ان الديب طول عمره ندل، وعمره ما يحفظ الجميل ابدا. المهم ايه اللي حصل تاني؟ احكيلي. الديب كان عايز يسيطر على الغابة، ويخلي الزرافة والفيل يجيبوا له أكل، ويبقى هو بقى ملك الغابة. عشان كده هو عايز يسخر الحيوانات لحسابه، ويستغلهم عشان يجيبوا له أكل. بالظبط كده. وفي يوم من الأيام راح الديب للفيل، وقال له: يا فيل، هو أنت ليه ما تبقاش ملك الغابة؟ فالفيل رد عليه وقال له: أنا أبقى ملك الغابة؟ إزاي؟ ده الأسد هو ملك الغابة. هو أنا أقدر أدير الغابة زي ما بيديرها الأسد؟ فرد عليه الديب وقال له: الأسد هو بيضحك عليك ومفهمك إن أنت ما بتفهمش، ولا تقدر تدير الغابة وتبقى ملك الغابة. أنت تقدر يا فيل تبقى ملك الغابة. بص على حجمك كده، بص أنت كبير قد إيه وضخم. يلا روح اقف قدام المراية، شوف أنت قوي قد إيه. ياه، ده ندل قوي. ده هو عايز يعمل كده عشان الحيوانات تكره ملك الغابة. كمان راح للزرافة وقال لها نفس الكلام، إنك أنت طويلة ورقبتك طويلة وأقوى من الأسد، والمفروض تبقى أنت ملكة الغابة. وراح كمان للقرد وقال له: أنت ذكي جدا، أنت أذكى من الأسد، والمفروض برضه تبقى ملك الغابة. ديب عمل كده مع كل الحيوانات، وابتدت الحيوانات كلها تصدقه، ومسك كل واحد لوحده، فضل يقنعه إن هو يبقى ملك الغابة، وإن الأسد ما ينفعش يبقى ملك الغابة، وإن أنت أولى بالمملكة دي. بدأت الحيوانات تكره الأسد، وبدأوا يتمردوا عليه، ما بقوش يسمعوا كلامه، وبقوا كارهينه جدا. فطبعا الأسد زعل جدا، وحس إن هو مكروه في الغابة ومحدش عايزه، عشان كده ساب الغابة ومشي. ياه، الديب ده مكار قوي. ومين كده اللي هيمسك الغابة بعد الأسد؟ الديب طبعا هو اللي هيمسك الغابة، لأنه كان عايز يبقى ملك الغابة بدل الأسد. ده هيبهدل الحيوانات ويبهدل الغابة. ما هو ده اللي هو عمله بالظبط. وكمان جاب عيلته اللي كان بيقول إن هو ملوش عيلة وملوش سكن، ودخلت الديابة في الغابة، وقطعت الشجر والزهور، وكل الحيوانات كانت حزينة وزعلانة.
ده غير كمان ان في بقت حيوانات كتيرة في الغابة غير مرغوب فيها، زي الغربان والتعابين وباظة الغابة. تلاقي الحيوانات زعلانة جدا ان الاسد مشي، عشان هي غلطت في حق الاسد واتمردت عليه. وده كان درس قاسي للحيوانات في الغابة، عشان يعرفوا قيمة الترابط، والغرور اللي هم وصلوا ليه هو اللي ضيع منهم ملك الغابة. اهم دلوقتي الديب هو اللي بيحكمهم، والغابة كلها باظت، والأشجار كلها وقعت، وساد الفساد في الغابة والظلم. ودلوقتي هم بيندموا إن الأسد مشي، يا ريته كان يرجع تاني عشان يحكم الغابة أحسن من الديب الظالم المكار. احنا لازم كلنا نتحد عشان نمشي الديب المكار، ويرجع الأسد تاني يمسك الغابة. الأسد مش هيرجع تاني بعد ما الحيوانات اتمردت عليه وطردته من الغابة، لأن كرامة الأسد فوق كل شيء. عشان كده لازم نتعلم درس، إن إحنا ما نسمعش أي حد يقول لنا أي حاجة ويوقع بيننا وبين أصدقائنا وحبايبنا. لو عجبتكم الحدوتة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة.